اوه هلا يا حلوين. طبعا اليوم الفيديو مختلف مثل ما تشوفون الرطوبة وغراضي المخبوصة، وراح اشيلهم كلهم حتى شنو اصبغ الغرفة. يطلع لنا صباغ زوج اختي راح يصبغ لنا، فهاي غراضي كلهم خليتهم بداخل الكنتور ويا الملابس. وين اروح بيهم؟ هواية اغراض عندي. قلت كليتهم اضمهم وهنا كل شي راح اشيل. هنا أنا أخليهم باقي أغراض وأوراق مهمة مثلا وأشياء أسد الكنتور. أشيل هاي الصوبة وأشيل ذولي الدواشي والزولية وغيرها كلهم أشيلهم ما أخليه. فرغت هاي الغرفة العفو كلها فرغتها. وهاي النجوم نزلتهم من السقف، وقعتهم كلهم لأنهم السقف راح ينصبغ، فذولي بالقاع وقعوا. يعني مثل ما تشوفون، ما أعرف تشوفون أو لا، من تطفي الكهرباء يقوم يضوون. فهنا شلت كل الأغراض طلعتهم بالبيتونة كلهم. وهاي غرفة بناتي هم دا أفرغ بيها وكملتها تقريبا. خليت البردات حتى قريب ما يريد يجي يلا أنزلهم لأن شباكي مطل على الشارع. هنا قلت خل أغسل المدات وأختصر. هم أغسلهم عمود من نصبغ ونكمل أرجع كل شي نظيف ويابس. هنا أنا ضغطي هباط، رحت حتى أقيسه لقيته هبوط عام، فقالوا إنه البرتقال عليه ملح كلش يوازن الضغط ويعني حيل زين يصير. فجربت هاي الطريقة كلش طيب، طبعا جربوه وشوفوا كلش طيب كلش. هنا بلشنا أرتب بالغرفة وغراض حتى هنا، يعني طلعتهم من الغرف رتبتهم. فمن قعدت الصبح هنا أنا جيت على البنات خطية نايمات، قعدتهم من الصبح الساعة تقريبا بالسبعة، وراح أقعدهم وأجيبهم هنا بغرفتي. هنا وديتهم بغرفتي ورجعت عزلت وشلت البردات، ما خليت كل شي. ذولي البردات مثل ما تشوفون بعدهم بالقاع، هاي راح أشيلهم. شوف الصبغ شلون يلعب النفس. هنا قلت أغسلهم وأشرهم حتى من أرجع كل شي نظيف. الجو يخبل وبارد. هنا أنا بلشت أشنق. أني طبعا الفجر من قعدت وصليت وشوفتكم البنات نايمات أني عجنت. هسه خمار العجين الساعة ب7:30 تقريبا. زوجي راح يجيب زوج أختي حتى يصبغلنا. أنا قلت خل أختصر الوقت وأخلص من الخبز وبعدين أبلش أسوي بالغداء. فهنا بلشت أشنق أقطع. انتو بكيفكم شتي تقولون قولوا. وهنا بلشت أخبز بالخبز. طبعا الميز مال الخبز صعدته فوق لمكان ماكو كلش هوسة. هنا أنا خليت الخبز بشكل مؤقت على مود التصوير. طبعا اللي يريد يشوف خبزي يكتب لي بالتعليقات حتى أشوفكم طريقة التقطيع يعني بالشتاء. هنا أنا سوقت شغلات الغداء، مثل راح أسوي برياني والدجاج. فهنا أنا جبت البوتيتا والفستق والطرشي وهذا جبل الريوق، وهنا أنا باذنجان وأشياء للتبسي اللي بالفرن. هنا البنات دا يتريقون وأنا حصعد شاي زوج أختي وزوجي. أنطيهم الشاي وأرجع أنزل أكمل الغداء. هنا بلش زوج أختي خطية يعني يضرب الصبغ قاط أول، لأن الصبغ لونه قديم صار. فأني ردت أوف وايت اللي هي السدارج أكثر. هنا بناتي تريقوا وخلصوا وهم عندهم عطلة يوم الجمعة، فقلت لهم هنا اقعدوا بغرفتي اقروا بين ما يجي يعني دور هاي الغرفة. كملت الغداء حضرت كل شي. شوية دجاج طبعا صار فشي جنن. هنا بلشوا بغرفتي زوج أختي يصبغ حتى نخلص ونرتاح. شوفوا الخبصة شلون، ما أحكي لكم يعني شلون عبالك شايلة والله العظيم. هنا بلشت أكنس وألم حشاكم الأوساخ، وبعدين شوية شوية أكمل لأن كلش تعبت بهذا اليوم. هاي الصبغ بالأخير شكل النهائي. شوف السقف ايش قد حلو صار، كان فرد نوب وهذا شكل غرفتي بالأخير. ما كملتها وقلت خسر لكم إياها فرد نوب حتى منتج الفيديو أخلص منه. هنا هاي تشكيلة هيجي على شرباية حلوة تغير أجواء الغرفة. هنا كملت كل شي، مسحت الأخشاب ولمعت كل شي. طبعا هذا عالجناه، كانت هنا رطوبة بهذا الحائط هذا. عالجناها وبقى بيها أثر اسمن، رجعناه ورا الصبغ وبين يعني. هنا كملت على حسب الأصول كل شي الغرفة وفرشتها من جديد وبالمكنسة الكهربائية. وهنا أنا رتبت كل شي على حسب الأصول. هاي الصالة اللي مقابل غرفتي وغرفة البنات خليت فيها الماكينة والثلاجة تخم، سويتها قاعدة حلوة مرتبة. هنا غرفة البنات، وهاي السمكة الوحيدة الفريدة، البقيات كلهم ماتوا، بقت بس هي خطية.
تسبح وتتجول وحدها. وهاي غرفة بناتي بالشكل النهائي، كملتها ورتبتها، سويت شراشف ووجوه جديدة. وهاي بطانياتهم هم العفو الديباجات سويت لهم شراشف يختلفون غير القديمات. وهاي جنطهم مال المدرسة وشغلاتهم. هذا الميز سويته خاص للدراسة، يقعدون يقرون هنا. هنا شرابيهم مرتبة، كل شي ما عندي والحمد لله خلصت. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. كملنا كل شي على حسب الأصول وترتيب. هاي ليونة البزونة. وتريد من عندكم شنو؟ لايك واشتراك، تعليق حلو مثلكم. وهنا أشوفكم ختامية هذا الفيديو. والصلاة على محمد وآل محمد، ومع ألف سلامة.